ترامب يعلن رسميا اتفاق مع إيران أبرم. أبعد من ذلك، أعلن عن فتح مضيق هرمز بشكل تام دون دفع رسوم جمركية، وكذلك رفع الحصار الأمريكي بشكل رسمي وفوري على المضيق من الجانب الأمريكي. لكن يبقى السؤال، هو أن الجانب الإيراني التزم الصمت ولم يصرح من قريب أو بعيد لحدود اللحظة عن هذا الاتفاق، في حين أن الجانب الأمريكي أعلن عن التوقيع عن هذا الاتفاق يوم 19 يونيو، يعني بعد 4 أو 5 أيام من الآن. هل ستكون كافية للتوقيع أم ستظهر مفاجآت كما فعلها بنيامين نتنياهو وهاجم الضاحية؟ فعلا نحن أمام أيام مصيرية للمنطقة وللشرق الأوسط وللإقليم، بل للتوازنات الدولية والعالمية.